جيل الكفاح، زمايل العنبر، الجيل اللي كل ما يجي ياخد نفس ياخد على دماغه، الجيل اللي عاش في الديفلوبمنت بتاع الاتاري للبي سي بقى ايام ما كان قد البوتاجاز، للدايل اب، للسيجا ميجا درايف، كمبيوتر صخر، فاميلي جيم، نينتندو، جيم بوي، السوبر نينتندو، للبلاي ستيشن 1 2 3 4 5، الاكس بوكس. عدى علينا كل حاجة. تليفون اللي بالقرص، لما انا كنت تكلم صحابك وتدي ميعاد عند كنتاكي قدام النادي وتتجمعوا 20 25 نفر ويسقط منكم واحد والخروجه كلها تبوظ بسببه، وتكلموه في البيت ومامته ترد وتتخض عليه. بعد كده نزل تليفون العربية، بعديها التليفون الكبير اللي باريال الكبير ده اللي كان من البليونيرات بس اللي بيمسكوه. بعدين نزل الإريكسون بقى والمشط، وبقى اتميزت والموتورولا الفليب والبنانا النوكيا. بعد كده التليفونات التاتش، بعد كده التليفونات السمارت فونز. فاهم؟ بلاك بيري، فاكرين موجة البلاك بيري والانستنت مسجز اول ما نزلت خالص؟ احنا عدينا بكل حاجة يا جدعان. بعد كده نزل الايبود، بعد الايبود نزل الايفون، بعد كده الايفون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لحد ما بقينا دلوقتي النهارده في ايفون 17. وكنا موجودين اول ما ظهر الفيسبوك لسه بعد كده فيسبوك بوم 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 بوم، العالم كله كونكتد. نزل انستجرام، تيك توك، بقى الموضوع انفجر. انا بكلم الجيل اللي شافوا الديفلوبمنت بتاع كل حاجة. يعني أنا مش عارف أتبسط لنا ولا أزعل على اللي بيحصل فينا. إحنا كل ما نيجي نقوم ونطلع ونبني ونقول خلاص وهنوصل أهو، يحصل حاجة ترجعك من تحت الصفر. يعني لو هبدأها على حسب ذاكرتي أنا من غير أي ريسيرش كده من دماغي، افتكر أول حاجة الزلزال، زلزال 90 تقريبا. فاكرين أكسم؟ الراجل اللي اتحبس تحت الأنقاض وعاش وليه قصة كده طويلة. بعد كده كان في حرب الخليج الأولانية، العراق لما غزت الكويت. كان أول مرة أشوف CNN في حياتي، أول مرة أشوف حرب على التلفزيون، وموجات الإرهاب والتفجيرات بتاعة الأعياد ومذبحة الأقصر. احنا هنا بقى كنا لسه مدرسة وجامعة والدنيا فريش، يعني حتى باللي بيحصل مش حاسينه زي ما احنا حاسينه دلوقتي، عشان احنا دلوقتي كناس بتشتغل وبتصرف على بيوت وعندها مسؤوليات وعندها تيمز وشركات ومرتبات وإيجارات وقصص وبلاوي بجد ما بنلحقش ناخد نفسنا. بعد كده بقى فيسبوك دخل في الآيفون وطلع لنا بالثورة، الثورة الأولانية، عيش عدالة بتنجان، الشعب يريد إسقاط النظام، جايين من هنا، لأ جايين من هنا، فاكرين؟ بعد كده الثورة وحصل كل بقى موقعة الجمل ويوم 28 وفي فتح السجون والبلد وقعت والانهيار والبتاع والثورة والمظاهرات. وبعدين رحنا جا إخوان، إيه اللي هيحصل؟ يا نهار أسود، البلد هتضيع، هنروح هيقفشوا الفراخ والمرشد وحازم أبو إسماعيل والسلفيين. ده الإخوان أحسن من السلفيين ولا السلفيين أحسن من الإخوان؟ بعد كده جت الثورة التانية، الجيش مسك البلد، هنستقر، هنبتدي بقى نعيش بقى تاني. زعزعة أمنية، فض اعتصام، خرسانة في كل حتة. أنت كل ده بتحاول تعيش. أنت كل ما تعمل حاجة، تفتح مشروع، تفكر في فكرة، تتمسح مسح. أنا هنا لسه في 30/6. ابتدينا نعلى، ابتدينا نبني كباري، طرق، ديلز، حياة، شغل ابتدى يرجع. رحت واخد تعويم أول في تعويم تاني، راحت معومة منك خالص. الدولار كان ب5 جنيه بقى ب50، وانت محتاج تهندل. ابتدت موجة الدولار تستابلايز، جالك ايه؟ كورونا، تباعد، ماسكات، خنقة، انهيار جلوبال، ما تحضنش اهلك، ما تشوفش اهلك اصلا، فاكسينز، منع سفر، وقف حال، كارثة. كورونا خلصت والحمد لله، وربنا كتب لنا عمر جديد. وايه؟ طلعت اصلا مش كورونا، طلعوا بيضحكوا علينا، طلعت مؤامرة. مش مهم، المهم نرجع وناكل عيش بقى.
خلاص عجزنا. تعويم تاني؟ ماشي، مفيش مشكلة، المهم نكمل، المهم نفضل مكملين، نفضل شغالين. بيضربوا غزة، بيضربوا في لبنان، في السودان، في ليبيا، في العراق، انت محاصر. الحمد لله، قول الحمد لله. هنشتغل طيب ولا هنعمل ايه؟ نشتغل شوية، طب يلا نفتح مشروع. حاضر، هفضل مكمل، هحاول. بيضربوا ايران، موقفين المضيق، مفيش طاقة. ايه؟ اقفل محلاتك الساعة 9؟ ده انا بفتح الساعة 9. مش مهم. يا نهاري. خير، خير ان شاء الله. ما اعتقدش انها هتبقى اخر الاحزان، بس اللي انا عارفه ان باذن الله احنا جيل الاحلام هيفضل مكمل وهيفضل بيحاول طول ما احنا بنتنفس، طول ما احنا فينا صحة. الحمد لله يا رب، مش عايزين حاجة تانية. بس بجد ما اعتقدش ان في جيل في التاريخ حصل فيه اللي بيحصل فينا. يعني محدش شاف كمية التطور والتدهور في نفس الوقت. وصباح الجمال وربنا يوفقنا كلنا.